ده يبقى واحد من عجائب الدنيا السبعة. احنا هنا عند كوكو القن، لو ما تعرفوش هو واحد من عجائب الدنيا السبعة في المكسيك. العلماء اكتشفوا ان الهرم ده مبني فوق نفق طويل محفور تحت الارض، والانفاق دي كانت مليانة كرات من معدن ذهبي لامع، ومحدش عارف كانوا بيستخدموه لايه. وعايز اقول لك ان انت لو وقفت في نقطة معينة وسقفت بايدك هتسمع صدى صوت بيرجع لك بشكل غريب جدا. خليني اقول لك ان الصوت اللي انت بتسمعه ده صوت مقدس لحضارة المايا، وهو صوت لطائر اسمه كيتزال. انا عايز اقول لك من كتر ما هو مقدس اتعملت الجواتيمالا كرنسي باسمه، وفي اساطير كتير جدا بتقول ان الطائر ده السبب في اشياء كتيره جدا فلكيه كانت بتقدر انها تخليهم يبنوا المعايير المختلفه من الاوزان اللي بيصعب عليها الانسان انه يشيلها دلوقتي. والاغرب ان المدينه دي اتبنت قبل ظهور الازتيك بقرون، ومع ذلك لما وصلوا هنا سموها مدينه الالهه، كانهم كمان مش فاهمين مين اللي بناها اصلا. كوكلكان او حضاره المايا او التيوتيهوكان مش مجرد حضاره، دي مدينة الأسرار اللي لسه محدش حلها لحد النهاردة.